ازيكم اعزائي المشاهدين، ورجعت لكم تاني بفيديو جديد. جاي النهارده اكلمكم على فندق جاز دهبية. فندق جاز دهبية من الفنادق الفاخرة اللي موجودة في دهب، مصنف 4 نجوم وليه منطقة شاطئ خاصة بيه. بيبعد جاز دهبية مسافة 3 كيلو من وسط مدينة دهب، و10 دقايق بس بالعربية من محمية أبو جالوم الوطنية. الفندق ده واخد ريتنج 9.2 من 10 من 2720 شخص حاليا. وعندكم الامكانية طبعا ان انتم تستفادوا من الباركينج الخاص بالفندق ده مجانا. بيتميز فندق جاز دهبية باطلالات خلابة على البحر الاحمر وعلى جبال سيناء. بيتميز جاز دهبية بانه موجود فيه جيم مجهز تجهيز جيد جدا، وكمان فيه انشطة متوفرة بتعتمد على المية زي رياضة ركوب الأمواج شراعيا والغطس والغوص، ودي طبعا مقابل تكلفة إضافية. وكمان عنده مسابح على شكل البحيرات الشاطئية، وفي كمان علاجات للمساج وللساونا. جاز دهبية موجود في حديقة خلابة بتضم أشجار النخيل، وبتوفر غرف أنيقة جدا مزودة طبعا بشاشات فيها قنوات فضائية، وكل غرفة بيكون ليها الشرفة أو البلكونة الخاصة بيها. منهم بيطل على منطقة المسبح أو البول، ومنهم بيطل على الحديقة. كمان موجود خدمات زي خدمات التجميل، وكمان خدمات السبا، ودي برضو مقابل تكلفة إضافية. ده غير ان انتم ممكن تعملوا كل ده وسايبين أطفالكم بيلعبوا في ملعب من ملاعب اللي موجودة داخل دهبية. في حاجة كمان عايزة أوضحها، ان فنادق دهب بتكون شاملة فطار وعشاء هاف بورد فقط. فبالنسبة للأكل موجود هناك مطعم لا بلامير بيقدم مأكولات كلها من البحر الأحمر. فبالنسبة للأكل موجود هناك مطعم لا بلامير بيقدم مأكولات مستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، ده غير كمان الأطباق العالمية. وفي كمان مطعم سي بيرل بيقدم مأكولات إقليمية متخصصة. بس زي ما هقول لكم دلوقتي الأسعار هتكون شاملة فطار وعشاء، ممكن تدفعوا سبلمنت وتاخدوا سوفت اول انكلوزيف. تعالوا اقول لكم على سعر الاوضه السوبريور الجاردن فيو. بالنسبه لسعر الفرد في الليله هيكون 3150 جنيه لحد شهر 10. لو تريبل هيكون سعر الفرد 2700 في الليله. اما بالنسبه لسعر الفرد في اجازه نص السنه في الاوضه الدبل هيكون 4200. سعر الفرد في الاوضه التريبل هيكون 5150، بس دي تريبل فاميلي. وبس كده يا جماعه، كده اكون عرفتكم على جاز دهبيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه. باي.